السلام عليكم اخواني اخواتي، صحة رمضانكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا مهنيين، تكونوا بصحة وعافية يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما نبدا الفيديو دائما نشكر اللي اشتركوا معنا واللي مشتركوا ان شاء الله ينضموا لنا. فعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم دائما كل جديد. ما تنساوناش تعليقات طيبة، لايكات فضلا وليس امرا، مشاركة الفيديو اللي عجبكم مع الاحباب والاصدقاء. اليوم جبت لكم وصفة تاع تحلية بالفواكه بلا فلون بلا جيلاتين، والمذاق تاعها يعني رائع، خصوصا اللي يحبوا يعني التحليات حامضة. هذه جات حامضة والمذاق تاعها عجبني بزاف، وغنية يعني بالفيتامينات، فيها الفواكه وفيها. ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول للاخير. عندنا في يعني صلصة الكراميل، درنا صوص كراميل عادية، درت كاس تاع سكر في الكاسرونة يذوب، خليه حتى يتكرمل. يعني نحرك غير فقط الكاسرونه تاعي مره على مره حتى يذوب لي كما راكم تشوفوا معايا في الحواف، ونتحصل يعني النتيجه على الصلصه تاع الكراميل كما راكم تشوفوا معايا. يعني شحال من مره درتها لكم. زدت قطعت حبه تاع نصف حبه تاع بنان، وزدت معاها الفراز. يعني هذا الفراز كان في المجمد لانه كانت عندي كميه قليله. فراز يعني اللي ماشي مجمد طبيعي، درته في التحليه الداخل. وهذا بما انه غادي نديرها غير صوص مرافقه من برا، فضلت يعني ندير هذا في المجمد. وبغيت نوريكم يعني الفرق ما بين نديروه بالمجمد ونديروه طبيعي. هذا بالمجمد راكم تشوفوا يطلق لنا الرغوه بزاف، وفي المذاق يعني هو يجي كيف كيف، لكن يعني نعرفوا بلي طبيعي يجي في المذاق يجي اكثر خير من الاخر، خير من هذا تاع المجمد. لكن هذا يعني يسلكنا في الوقت اللي ما يكونش عندنا. كما شفتوا معايا غادي يطلق الرغاوي بزاف. انا بغيت نديرها صوص المرافقه تاعها تكون يعني صوص سائله كما من نديروها هكا كراميل ولا من الفوق. اللي يبغي يديرها صوص يعني عاديه كما هكا، كما كراميل كما تاع الكونفيتور وتجي يعني شفافه، يديرها في يدير كما شفتوا معايا فريز طبيعيه، ويدير معاها الملعقه تاع مارغرين، ويخليها تذوب بلا ما يزيد اليايورت. انا زدت لها اليايورت لانه قلت لكم بغيتها تكون دائبه. واللي يبغي ما يديرش هذه الطريقه كما غادي تشوفوا معايا دوك نفهمكم. هيا لا تشوفوا يعني في تاع اللي تكون في المجمد تطلق رغاوي بزاف، من الاحسن تخلصوا منها. انا خليتها كيما هكا حتى اللي غلات مليح، وزدت لها مغرف تاع مارغرين. وراني وريت لكم يعني الصوص الاخر اللي درتها رافقتها يعني مع الفلون. كانت شفتوا القوام تاعها كي تجي واللون يجي احسن. درت معاها هديه واحده علبه ياغورت، تبغوا ديروا طبيعي تبغوا ديروا يعني باي نكهه تاع فراز ولا. وخليتها تغلي حتى نتحصص على صوص ثقيله، خليوها تطبخ مليح مليح حتى نتخلصوا كاع من هذاك الماء، ونتحصلوا على يعني صوص ثقيله، نتخلصوا من هذوك الرغاوي اللي يجونا من الفوق كما راكم تشوفوا معايا. هذا يعني نخلوها تطبخ مليح. وهذه يعني الصوص اللي قلت لكم عليها درتها في الفلون، هذه اللي ما درتش معاها اليايغ طبيعي، وهذه بالفريز طبيعي. شوفوا الفرق ما بين تاع واحده تكون طبيعيه وواحده تكون في المجمد. شوفوا اللون يعني تاني تاعها كيجي. وهذه وريتكم يعني قطره باش تشوفوا، باش يقعد يبدا يتجمد، غير نحطوها تتجمد. نعاودو نولوا الوصفه تاعنا. انا درتهم في المول العجيب كما راكم تشوفوا، درتهم من تحت. واللي يبغي ما يديرش هذه يعني هذه الخطوه اللي قلت لكم، يخلي حتى يدير التحليه تاعها عادي، وهذه الخطوه يديرها من الفوق من يبغي ياكل يقدمها. انا يعني صراحه كنت درتها من بعد ندمت، قلت لكم خليتها درتها مع الاخير تجي احسن من اللي درتها من تحت. درت الفواكه تاعي كما راكم تشوفوا، حبه فقط تاع تفاح، زوج حبات تاع بنان، وزوج حبات تاع برتقال. هادو يعني غادي واحده غادي نقطعها وواحده غادي نعصرها. ودرت يعني كميه تاع فراس كميه قليله، ماشي لحقه حتى طل، يعني غير حبيبات غادي نزين بهم. نقطع التفاح تاعي قطع كما شفتوهم مربعات، حتى الفراس تاعي نقطعها مربعات بعد ما نغسلها. دائما نغسلو الفواكه تاعنا مليح عاد باش نقطعوهم، يعني نغسلهم مليح مليح بالماء والخل. كيما الفراس نغسلها بالماء والخل بيكربونات باش تخلصوا دائما على دوك الحشرات وهذوك الصغار اللي ما نشوفوهمش. والبنات تاني كما كتشوفوا معايا قطعتها يعني نص حبه درتها في الكراميل، والباقي هذا غادي نزين به. يعني نقطع لنا كميه ما شاء الله، غادي نزين به في المول العجيب. درت 2 مول عجيب كما شفتوا معايا، ونزيد نزين به من الفوق. قطعتها مربعات. اما بالنسبه للبرتقال نقشرها حتى نتخلص من كامل هذيك القشره البيضاء كما كتشوفوا، حتى يبان لنا هذاك اللون البرتقالي تاع اللب. نقشرها مليح 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 ونتخلص من هذاك اللون الابيض. من بعد عاد باش نقطعها باش ما تجيناش يعني التحليه تاعنا ديك المراره تاع البرتقال، لازم نتخلصوا من هذاك القشره البيضاء. ونقطعها تاني مربعات، يعني كل الفواكه قطعتهم على شكل مربع. وغادي نستعملهم في التحلية تاعنا. يعني التحلية تاعنا غادي تكون خفيفة بزاف وتنفع خصوصا للسحور.
ولا بعد الفطور في السهرات كيما الاناناس. كان عندي اناناس تاع علب. اما بالنسبه للتحليه تاعنا كنت نشوفوا درت كاس تاع الليم ناقص اسبوعين، يعني ناقص اسبوع، نصف كاس تاع عصير تاع الاناناس كيما كتشوفوا معايا، نص كاس تاع عصير تاع الاناناس. هذاك غادي نكمله نص، درته عصير تاع الاناناس والنص نكمله الماء. والليمون تاني كما شفتوا درت ماء كامل، كاس كامل تاع ماء. والليمون تاني كان خاصه 2 يعني قريب اسبوع ناقص تاني، يعني درت تما تقريبا جات كاس ونص تاع الليم والاناناس وكاس ما كامل. ودرت مغرف معمره مليح تاع مايزينا، يعني اللي ما يديرش اللي ما يعمرهاش مليح يدير 2 مغارف ونخلط مليح مليح. والسكر كيما شفتوني درت 4 مغارف. وتبقى دائما السكر على حسب الذوق، نديرو وندوقو. والاحسن هادو التحليات نديروهم مورا الفطور، واحد يكون يعني يذوقهم. ومن بعد الغدوه ليه باش يحكموا روحهم كاع الليل يقعدوا يباتوا، نقدموهم من بعد الفطور. كيما شفتوا معايا خليتهم فوق النار، خليتها حتى طبخت مليح. نخلو ديك المايزينا تنحل لنا غايه. دائما نحركوا، ما نحبسوش على ما نتوقفوش على التحريك، انه نعرفوا النشاء يهود لنا في الكاسرونه ويتكتل. من الاحسن نقعدوا نحركوا حتى تذوب لنا هذيك النشاء، وندوبوها مليح وتكون طابت لنا على نار هادئه. راني نخلط وراني كما كتشوفوا معايا راني نخلط، خليتها حتى طبخت مليح. دائما انايا بعد ما نطيب اي تحليه بالمايزينا ولا دائما نعاود نصفيها باش نشوف اذا كان هذه كريات او تكتلات. والتحريك المستمر، يعني ما توقفوش على التحريك حتى نتحصلوا على كريمه ثقيله. بما انه انا ما غدرتش فيها الجيلاتين، هما كاين اللي يديروا فيها كاراكار، يعني واحد البودره تجي كل بيكتين باش تشد لنا في التحليه تاعنا، ولا يستعملوا اوراق الجيلاتين. انا فضلتها تكون طبيعيه، قلت لكم ما درتش فيها اوراق الجيلاتين. كيما شفتوا معايا نصفيها دائما، نصفيها باش نتخلصوا عليها وما فيهاش كريات. يعني دائما نبغي نصفي باش نتفادى هذوك الحبيبات اللي يبقاو لنا من النشاء. ودرت كميه كيما كتشوفوا حبيبه تاع التفاح والبنان، وخلطت كاع الفواكه تشينا اناناس كاع، وخليت شويه شويه باش نزين فيهم من الفوق. درت شويه تاع البرتقال، ويعني وصدقوني ما شاء الله يعني بغا عجبتهم، لانه اللي يبغوا الحامض هذه التحليه بهذو المقادير اللي درتهم لكم بالسكر كلش التحليه حامضه تجي بنينه روعه. واللي عنده اطفال ما يبغوهاش بالحموضيه زيدوا لهم السكر. نعرفوا يعني راهي غنيه بالفواكه، وما درتش كميه كبيره كما شفتوني، غير زوج حبات حبيبات تاع التفاح. وقطعت لنا كميه ما شاء الله. انا هذه هي الفكره اللي بدكم الاحسن، هذيك الصوص تاع اللي درتها تاع فراس خلوها حتى من يجمد لكم، ما ديروهاش من تحت. ديروا هذا يعني ماشي فلون، هو تقريبا كل فلون. ديروا هو الاول هذه التحليه تجمد لكم. من بعد ملي تجمد غايه وتحكم روحها، عاد من تقلبوها ديروا هذيك الصوص تجيكم احسن من اللي درتها انايا. لانه انا قلت لكم كانت الفراز شويه في المجمد، يعني شويه تزيد تطلق الماء، كل ما تقعد كل ما تطلق الماء. باقي الفواكه اللي بقاو لنا درتهم يعني زيدهم من تحت تاني باش يقبضوا رواحهم. من يقبضوا لنا المول تاعنا من يقلبوا تاني ناكلوا يعني الفواكه طبيعيه طازجه. كما راكم تشوفوا معايا زينت بها باقي المول الكبير والمول الصغير، يعني زدت مولين كميه قليله. يعني وتشوفوا يعني درت كميه ما شاء الله حبيبات برك فقط. حبه كما شفتوا معايا في المقادير، حبه تفاح، زوج حبات بنان، زوج حبات تشينا، كميه قليله من الفراز. من بعد غطيتها وخليتها للامانه انا بات ليله كامله. بما انه قلت لكم دائما ندير هذه الصوالح مورا فطور باش ندوق، يعني دائما تحليات ولا حاجه اللي نطيبها نديرها دائما في برد الحال، بما انه نعرفوا السخانه راهي في الصباح، ونخليها تبرد. كيما شفتوا معايا نص كاس تاع ليمون، والباقي قشور الليمونه درتها مع كاس تاع ليمون، وخليتها شويه طرقت هذوك لي زيز تاعنا طرقوا البنه تاعهم في الماء. غادي تشوفوا معايا غادي تجي كاس وشويه، وغادي نطيبهم في النار كما يعني كاس ونص مع هذاك نص كاس تاع تقريبا تجينا يعني سوائل 2 كيسان. ودرت 4 مغارف يعني تاع سكر ولا 5. وتبقى دائما قلت لكم تذوقوا، راكم تحركوا وتذوقوا، الا جاتكم سلطه تزيدوا وتحركوا. ودرت مغرف 2 مغارف تاع نشاء كما كتشوفوا معايا، ونخلطهم فوق النار ونخليهم حتى تعقد لنا كيما الاولى، يعني كيما الصوص الاولى اللي درناها. من تعقد لنا مليح مليح نصفيها، لانه فيها اللي يبغي هذوك القشور خليها يقدمها عادي. انا دائما قلت لكم باش تخلص من هذوك الكتل ومن القشور باش نتفادى هذوك التكتلات، دائما نصفي التحليه تاعي. خليت هذيك الخليط يعني يطيب فوق النار حتى يولي لنا اللون تاعها شفاف كما راكم تشوفوا معايا، وعقد لنا مليح باش هذوك القشور يكونوا طلقوا كامل هذوك الرائحه تاعهم والبنه تاعهم.
ومن بعد عاد باش راني نحرك حتى نحصل على قد تكون صوص ثقيلة. نأكدوا نعاود لك تكون يعني ثقيلة باش ما تطيح لكمش في المول، باش تحكم روحها غاية. ومن بعد نصفيها دائما باش نتفادى هذوك القشور. غادي تشوفوا معايا ملي نصفيها قشور ولا حبيبات، بما انه انا ما نحبش على التحريك ما غاديش تكون حبيبات، يعني بالتاكيد نقول تشوفوا معايا ما كاش ولا حبيبه، فقط يكونوا غير معنا غير قشور تاع هذوك اللي نتخلص منهم كيما راكم تشوفوا معايا. من بعد نديموا للمول تاعنا. يعني الشكل تاعهم كاين اللي ما يبغيش الشكل هكا، يقول لك شويه تاع ما يبغيش الشكل هكا. عليها قلت لكم من الاحسن اللي يبغي هذيك الصوص يديرها حتى بعد ما يجمد لنا التحليه تاعنا نديروها من الفوق. راكم تشوفوا يعني انا قلت لكم من الاول كنت باغيتها صوص هكا جاريه باش نرافقوها من ناكلوا من التحليه تاعنا. بعد درت هذيك الصوص المفروض هي نخلوها تبرد، بما انه كان عندي ضيق الوقت للتصوير وكلشي باش نوجد الفطور. درتها لكم مباشره فقط باش تشوفوا. درت هذيك يعني الصوص تاع البرتقال وجات بنينه ما شاء الله. والسكر يبقى دائما قلت لكم على حساب الذوق ولا على حساب الاطفال. خلوها كما راكم تشوفوا معايا، درتها في الوسط وخلوها تبرد حتى تحكم روحها. من بعد التزيين يبقى اختياري، نزيدها عادي بحبيبه تاع الفراز وزيكزاك هكا تاع الفراز كما راكم تشوفوا مع الاخير كي حكمت روحها وجات بنينه وعجبتهم. وان شاء الله تجربوها وتكونوا تبعتوا الفيديو من الاول لاخير. تنساوناش لايكات وتعليقات طيبه. الى الملتقى.